فوز صعب ومستحق للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيكسب البنك الاهلي 2-1 في الدقيقه بلس 90. النادي الاهلي بنسبه 90% خلاص حسم الدوري ليه، بس برضه هيفضل الحسم في الجوله الاخيره ان شاء الله في الماتش الجاي ضد نادي فاركو. الدوري الموسم دوت او الفوز بالدوري الموسم دوت هيكون من امتع المرات اللي النادي الاهلي كسب فيها الدوري. إن الدوري جه بعد تعب كبير جدا، النادي الاهلي كان في مراكز متاخره ورجعت بعد كده بدات المنافسه تتحصر بينه وبين بيراميدز، بس الزمالك خرج من المنافسه بشكل كبير وزود الدنيا على نفسه طين اكتر بعد لما فوت الماتش بتاعه اللي فات لبيراميدز، وبعد نفسه تماما وخلى الدوري محسوم ما بين فرقتين هما الاهلي وبيراميدز بس. النادي الاهلي مر بفتره صعبه جدا، خروج من افريقيا، مستوى لعيبه واقع بدني وذهني، مدير فني خلاص كان شطب بمعنى الكلمه، ما كانش عنده اي افكار تانية يقدمها او اي حاجه يعملها للعيبه، وكان بنسبه 70% الدوري رايح من النادي الاهلي لحد ما يجي كابتن محمود الخطيب وياخد قرار ممتاز جدا جدا جدا، وهو انه يوجه الشكر لمارسيل كولر ويعين عماد النحاس مدير فني مؤقت للماتشات اللي باقيه للدوري، عشان يقدر كابتن عماد النحاس ان هو يحقق العلامه الكامله فيهم كلهم وباكبر عدد اهداف شفنا النادي الاهلي بيسجله في الفتره الاخيره. عشان كده بقول لك مبروك باذن الله على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الفوز بالدوري المصري للمره ال 45 في تاريخنا. وحابب اشكر اللعيبه والجهاز الفني المؤقت، وحابب اشكر بالاخص ياسر ابراهيم اللاعب اللي كان سبب في خروجنا من دوري ابطال افريقيا، وهو سبحان الله اللاعب اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب من اسباب ان النادي الاهلي يفوز بالدوري السنه دي.